دعا الملك محمد السادس عاهل المغرب إلى مراجعة شاملة لقانون الأسرة المغربي المعروف بالمدونة. وتؤكد هذه المبادرة التزام الملك بحماية الحقوق القانونية لجميع المغاربة وخاصة النساء والأطفال في إطار يتماشى مع مبادئ الإسلام. وقد عهد الملك إلى المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة من كبار علماء الإسلام، بمسؤولية التداول في التعديلات المقترحة. وتنظم مدونة الأسرة أمورا تتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. وبإطلاق هذه المراجعة يظهر الملك محمد السادس ضرورة مواكبة الأطر القانونية للتغيرات المجتمعية. ويبرز قرار الملك إشراك المجلس العلمي الأعلى أهمية ترسيخ المراجعات في الاجتهاد الإسلامي. وينتظر الجميع بفارغ الصبر نتيجة عملية المراجعة هذه، لأنها تنطوي على إمكانية التأثير بشكل كبير على حياة ملايين المغاربة. تستند دعوة الملك إلى مراجعة مدونة الأسرة إلى الدستور المغربي، وتحديدا المادة 41 التي تعترف بالإسلام دينا للدولة مع ضمان حرية المعتقد. هذه المادة تشكل الأساس القانوني الذي يوجه جميع التشريعات المتعلقة بالأسرة. وتؤكد هذه المادة على التزام المغرب بالتمسك بمبادئ الإسلام وضمان الحرية الدينية. هذا الالتزام يعكس التوازن بين الحفاظ على القيم الدينية واحترام التنوع الديني. وتتم مراجعة المدونة في إطار هذا الإطار الدستوري، مما يوائم بين القيم الإسلامية والحقائق الاجتماعية المعاصرة. هذه المراجعة تهدف إلى تحديث القوانين لتكون أكثر توافقا مع تطورات المجتمع. وتعكس المادة 41 تقليد المغرب في التسامح والتعايش. هذا التقليد هو جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية ويعزز الوحدة الوطنية. وينبغي فهم مبادرة الملك في هذا السياق الدستوري الأوسع. المبادرة ليست مجرد تعديل قانوني، بل هي خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية. وتتمثل المهمة الموكلة إلى المجلس العلمي الأعلى في تفسير وتطبيق المبادئ الإسلامية بما يتفق مع الدستور. هذا المجلس يلعب دورا حيويا في ضمان أن تكون التفسيرات الدينية متوافقة مع القوانين الحديثة. وستشكل توصيات المجلس مستقبل قانون الأسرة في المغرب بما يضمن موائمته مع القيم الإسلامية والمبادئ الدستورية. هذه التوصيات ستؤثر بشكل كبير على كيفية تطبيق القوانين في الحياة اليومية. وبإطلاق هذه العملية يؤكد الملك محمد السادس من جديد التزامه بالتمسك بالمبادئ الدستورية وضمان بقاء المغرب منارة للاعتدال والتقدم. هذا الالتزام يعزز رؤية الملك لمغرب حديث ومتقدم يحترم تقاليده. يحتل المجلس العلمي الأعلى مكانة بالغة الأهمية في المشهد الديني والاجتماعي في المغرب. يتكون المجلس من كبار علماء الإسلام، وهو بمثابة أعلى سلطة دينية، حيث يقدم التوجيه بشأن الشريعة الإسلامية وممارستها. وتؤثر قرارات المجلس على التفسيرات القانونية، وتشكل الأعراف والقيم الاجتماعية. وتضمن مشاركة المجلس في مراجعة مدونة الأسرة استناد الإصلاحات القانونية إلى مبادئ إسلامية سليمة. ويبرز قرار الملك بإسناد هذه المهمة إلى المجلس أهمية التوفيق بين الإصلاحات القانونية والقيم الدينية. ويتجاوز دور المجلس مجرد توفير الشرعية الدينية، فهو بمثابة الجسر بين الدولة والشعب. ويعد هذا الدور الوسيط حاسما في الحفاظ على الانسجام الاجتماعي وتعزيز الشعور بالملكية لعملية الإصلاح. عقد المجلس العلمي الأعلى دورته 33 لتلبية دعوة الملك إلى مراجعة المدونة. وشكلت هذه الدورة لحظة هامة في الحوار الوطني حول إصلاح قانون الأسرة. وقد اتسمت مداولات المجلس بالنقاش المفتوح والالتزام بإيجاد حلول تراعي المبادئ الإسلامية وحقوق جميع المغاربة. وانخرط العلماء في نقاش معمق مستندين إلى معرفتهم العميقة بالفقه الإسلامي وفهمهم للحقائق الاجتماعية. ومن المتوقع
أن تشكل توصيات المجلس الصادرة عن هذه الدورة خارطة طريق لعملية المراجعة، وتوفر هذه التوصيات إطارا أوسع لفهم دور الأسرة في الإسلام وأهميتها في المجتمع المغربي. وقد أرست الدورة 33 الأساس لمراجعة شاملة وتشاركية لمدونة الأسرة، ومن خلال إشراك المجلس العلمي الأعلى يظهر المغرب التزامه بإيجاد حلول متجذرة في هويته الإسلامية مع تلبية احتياجات مجتمع يتجه نحو التحديث. تتمثل إحدى الوظائف الحاسمة للمجلس العلمي الأعلى في إصدار الفتاوى، وهي قرارات دينية توفر التوجيه في مسائل الشريعة الإسلامية وممارستها. ففي عالم سريع التغير تلعب الفتاوى دورا حيويا في توفير الوضوح والتوجيه، وتحظى فتاوى المجلس باحترام كبير، وتشكل مرجعا للأفراد والمجتمعات وصانعي السياسات. ويتسم نهج المجلس في إصدار الفتاوى بفهم عميق للتراث القانوني الإسلامي والحقائق المعاصرة، ويضمن هذا النهج المتوازن أن تكون الفتاوى مستندة إلى مبادئ إسلامية سليمة وعملية وذات صلة. ويتسم دور المجلس في إصدار الفتاوى بأهمية كبيرة في ضوء المراجعة الجارية لمدونة الأسرة، وستشكل فتاوى المجلس التفسيرات القانونية والسوابق القضائية الناشئة عن عملية المراجعة. وتنبثق سلطة المجلس في إصدار الفتاوى من خبرته العلمية والتزامه بالتمسك بمبادئ الاعتدال والتوازن التي تشكل جوهر التعاليم الإسلامية. يؤيد عزيز أخنوش الشخصية المؤثرة في السياسة المغربية مبادرة الملك لمراجعة مدونة الأسرة، ويعتبر هذا الإصلاح خطوة حاسمة نحو تحديث النظام القانوني في المغرب. ويرى أخنوش بصفته رئيس الحكومة الحالي أن هذه المراجعة ضرورية لضمان أن يعكس القانون المغربي الاحتياجات المجتمعية المتطورة مع الحفاظ على الهوية الإسلامية. ويؤكد أن التحديث القانوني يجب أن يكون متوازنا ودقيقا. ويبرز منظور أخنوش التزام الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الدينية من أجل إصلاحات قانونية متوازنة. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق توافق بين القوانين المدنية والشريعة الإسلامية، ويؤكد على أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والديني للمغرب واحتضان التقدم. ويشدد على أن التقدم لا يجب أن يأتي على حساب الهوية الثقافية. ويعتقد أخنوش أن عملية المراجعة تتيح الفرصة لمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة في مدونة الأسرة. ويعتبر أن هذه المراجعة ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتدعم رؤيته للإصلاح حقوق جميع أفراد الأسرة في إطار يتفق مع القيم الإسلامية. ويشدد على أن القيم الإسلامية يجب أن تكون الأساس في أي تعديل قانوني. ويشدد أخنوش على الحاجة إلى نهج تشاركي شامل لعملية المراجعة. هذا النهج يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة القوانين. ويضمن هذا النهج الشامل أن تعكس مدونة الأسرة المنقحة وجهات النظر المتنوعة والحقائق المعيشية للشعب المغربي. ويؤكد أن القانون يجب أن يكون مرآة لواقع المجتمع. يلعب العلماء وهم خبراء في الشريعة الإسلامية وعلم الكلام دورا محوريا في تفسير ونقل مبادئ الإسلام إلى الأمة الإسلامية الأوسع. إنهم يعملون كجسر بين النصوص المقدسة والحياة اليومية للمسلمين، وتجعلهم خبرتهم في الفقه الإسلامي وفهمهم العميق للقرآن والسنة مؤهلين بشكل فريد لتقديم التوجيه في أمور العقيدة والممارسة. إنهم يقدمون المشورة في القضايا الدينية والاجتماعية المعقدة. ففي عالم سريع التغير تزداد أهمية دور العلماء في تفسير الشريعة الإسلامية ومواءمتها مع الحقائق المعاصرة. وتتسم تفسيرات العلماء للشريعة الإسلامية بالديناميكية، مما يسمح لها بالبقاء وثيقة الصلة بالاحتياجات المتطورة ومستجيبة لها. ويتمثل دور العلماء في مراعاة المبادئ الإسلامية والظروف الاجتماعية والظروف المحددة للتوصل إلى أحكام عادلة ورحيمة. إنهم يسعون لتحقيق التوازن